أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من السياسة اليوم. مرة جديدة ولا ندري إذا كانت ستكون الأخيرة التي يضرب فيها الإرهاب أمن واستقرار لبنان. 9 أشخاص هم ضحية التفجير الإرهابي الذي حصل يوم أمس في منطقة جبل محسن في شمال لبنان. هؤلاء هم ضحية التجاذب السياسي بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة حسم الكثير من الملفات، فكيف لهم أن يحسموا ملفات أخرى كمكافحة الإرهاب وملف الرئاسة وغيرها من الملفات؟ هي صرخة إذن مدوية نطلقها لأن الإرهاب الذي يضرب أرض العراق وسوريا واليمن ومصر وليبيا ولبنان لن يلجم إلا بالوحدة والتعاضد بين مكونات الشعب الواحد. الإرهاب يضرب مجددا في لبنان هو موضوع حلقة السياسة اليوم. أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي الاستقصائي الصديق ماهر الدنا، معه الكثير من المعلومات والصور حول ملف الإرهاب، سواء ما جرى يوم أمس في جبل محسن أو ما يجري في المنطقة، تحديدا في منطقة القلمون. كل هذه المواضيع سنحاول إلقاء الضوء عليها ومباشرة مع ماهر. مساء الخير ماهر. مساء الخير أمين. بداية توقيت هذا التفجير، يعني حضرتك من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وكنت تكتب دائما بأن العمليات الإرهابية ستتكرر للأسف. حصلت هذه العملية، كانت متوقعة. كيف قرأت توقيت هذه العملية بالتحديد؟ نعم أمين، أولا بدنا نعزي كل أهالي الشهداء اللي سقطوا بجبل محسن، واللي بنحمد الله أنه كانوا يمكن يكونوا أعدادهم أكبر بكتير، ولكن كان في بطل بدنا نوجه تحية لروحه اسمه عيسى خضور أبو علي، احتضن الانتحار الثاني قبل ما يفوت على القهوة، على قهوة أبو عمران، وكان عم بيقول الله أكبر وبده يفجر نفسه. قبل ما يفوت ويفجر نفسه بالناس اللي تجمعت بعد التفجير الأول احتضنه وفجر حاله فيه، واستشهد أبو علي ومنع الموت عن حوالي أكثر من 90 أو 100 حدا من المواطنين الأبرياء بجبل محسن. بدنا نوجه تحية لروحه لأبو علي خضور، الله يرحمه. بعتقد هيدا الشيء اللي صار امبارح كان متوقع أمين، لأن ما حصل بالسابق من عمليات للجيش اللبناني وعمليات للقوى الأمن اللبنانية ما كانت كافية بإنهاء حالات التمرد وإنهاء حالات المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية اللي كانت تعمل بشكل سري بلبنان. ما قدروا، ولكن تم اعتقال العديد من هؤلاء الإرهابيين. تم اعتقال العديد من هؤلاء الإرهابيين، ولكن لم يقضى على جميع الإرهابيين وعلى جميع الخلايا النائمة بلبنان، ولم تقطع الطريق الواصل بين سوريا، بين المناطق التي تشهد نزاعات في سوريا وبين لبنان. المسلحين أو الانتحاريين ما زالوا عم يتسللوا من جرود عرسال إلى الداخل اللبناني، وهيدي كانت مفاجأة كبيرة اللي صار امبارح. إجراءات أمنية كان هناك للجيش اللبناني ومنع دخول المواطنين داخل وخارج عرسال إلا بإذن يعني من الجيش اللبناني. كيف تكون المنطقة يعني مفتوحة على كل هؤلاء الإرهابيين؟ بعتقد انه الجيش اللبناني مشكور، عم يعمل جهود كبيرة وعم يتعرض لمخاطر كبيرة هو وعناصره وضباطه، ولكن الجيش اللبناني موجود ببعض النقاط وليس بكل النقاط. كل البيانات التي طلعت عن الحكومة اللبنانية ليست دقيقة. الحكومة التي تعمل في بيروت لا تعلم ما يحصل في جرود عرسال. في جرود عرسال هناك تسلل كتير كبير تجاه الأراضي اللبنانية، الأراضي تحت سيطرة الدولة اللبنانية، لأن في أراضي لبنانية بجرود هي تحت سيطرة المسلحين، تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة. بعتقد أنه الانتحاريين اللي تلقوا تدريبات على تفجير أنفسهم بجرود عرسال قدروا يتسللوا الأسبوع الماضي إلى لبنان وفجروا نفسهم امبارح بجبل محسن، وسقط هذا العدد المش قليل من الشهداء. وفي حادثة تانية بنتطرق لها بعد شوي حتشكل مفاجأة كتير كبيرة للداخل اللبناني، أو على القليل للناس اللي متابعة الموضوع بعرسال وبجرود عرسال، شو عم بصير وكيف مين فات على عرسال ومين ظهر من عرسال. فبعتقد اللي صار امبارح من تفجير
مش الأخير. بحسب الأجهزة الأمنية، اللواء عباس إبراهيم صرح أن التفجيرات ليست بعيدة عن لبنان، وترجم كلام اللواء عباس إبراهيم بعد أقل من أسبوع بتفجير اللي حصل امبارح بجبل محسن. نتمنى يكون الأخير، لأنه الناس بلبنان مش قادرة تتحمل هالكم من التفجيرات. صحيح. اللي له أكثر من سنتين عم يضربنا. طيب رح نتابع سوية هذا التقرير عن التفجير الإرهابي البربري الذي جرى في منطقة جبل محسن وأدى إلى سقوط شهداء وضحايا من اللبنانيين الأبرياء. تقرير للزميلة نائلة حمزة. نتابع التقرير ومن ثم نعود لضيفي في الاستوديو. لبنان إلى هاجس الاستهدافات الإرهابية من البوابة الداخلية، باعتبار أن هذا الهاجس لم يغب على الحدود في ظل محاولات فاشلة للمسلحين لضرب الأمن. ورسمت العملية الانتحارية التي شهدتها منطقة جبل محسن في مدينة طرابلس الشمالية ظلال تداعيات خطرة على الواقع الأمني، لتزامن هذه العملية مع ما تتعرض له فرنسا من إرهاب، بما يخشى معه أن تكون التنظيمات الإرهابية قد أدرجت لبنان مجددا على قائمة استهدافاتها من جديد. فبعدما تمكن الجيش اللبناني من إقفال كل منافذ التسلل والتحرك بين منطقة عرسال والحدود اللبنانية السورية، عاد المسلحون إلى التفجير في الداخل، وسارعت جبهة النصرة الإرهابية إلى إعلان مسؤوليتها عن تفجيرين في مقهى في مدينة طرابلس. ولعل ما أثار صدمة واسعة أن منفذي العملية طه كيال وبلال إبراهيم هما من منطقة شعبية تقع بالقرب من مكان التفجير، وهما عناصر في صفوف جبهة النصرة وتلقيا تدريبات في منطقة القلمون السورية. وعقب هذا التطور الأمني بات من حكم المؤكد أن يفرض التفجير بتداعياته على الساحة اللبنانية في ظل فترة من الهدوء الأمني التي تعيشها مدينة طرابلس عقب دخول الجيش إلى محاور القتال التقليدية في المدينة. يأتي ذلك فيما أجمعت قيادات سياسية لبنانية على أن التفجير الانتحاري استهدف إشعال فتنة مذهبية في منطقة الشمال، في ظل اطمئنان بأن المنطقة لن تنجر إلى فخ الفتنة، وهي التي اجتازت الكثير من التجارب والأفخاخ المماثلة سابقا. نعود لمتابعة حلقة السياسة اليوم. تحت الهواء كنا أنا وضيفي ماهر الدناء الصحفي الاستقصائي نتحدث عن تبعات هذا التفجير وما قبله. ماهر، ماذا لديك من معلومات حول ما يتم التحضير له؟ قلت أنه هذا التفجير للأسف ما راح يكون الأخير، ماذا يجري بالتحديد في تلك المنطقة؟ نعم أمين، إذا بنتذكر قبل فترة أوقف الجيش اللبناني المدعو أبو الهدى ميقاتي أو أحمد ميقاتي في منطقة عصون في الضنية شمال لبنان القريبة من طرابلس، أحد الجبال المطلة على طرابلس. أحمد ميقاتي بحسب الاعترافات تبين أنه أمير تنظيم داعش في شمال لبنان، وكان هذا الإنجاز بتوقيفه إنجاز كبير للجيش اللبناني. سنعرض صورته الآن. نعم. اليوم موجودة لدينا ونعلق عليها. تفضل. بحسب التحقيقات تبين أن هذا يعني أبو الهدى ميقاتي يحضر هذا الذي يقف في بين الرجلين بنص الصورة. أمين. نعم. الشاب على شماله على يمين الصورة هو ابنه أبو هريرة المتهم بذبح الجنود اللبنانيين المختطفين بجنود عرسال. ابنه يقاتل بجنود عرسال، ما زال هناك وما زال على قيد الحياة لدى القوى. أحمد الميقاتي موقوف لدى مخابرات الجيش اللبناني وتم تحويله إلى القضاء، وقد اعترف بتحضيره لسلسلة عمليات انتحارية في منطقة الشمال. أحد هذه العمليات هو ما نفذ البارحة، لذلك كانت مفاجأة كبيرة أن تنفذ إحدى العمليات الذي يخطط لها المدعو أبو الهدى ميقاتي بعد توقيفه. لماذا لم يتم تدارك هذه العملية؟ تبين أن فريق العمل الذي يعمل مع ميقاتي الخلايا النائمة ليست مرتبطة به شخصيا أو ليست مرتبطة بشخص. هذا الشخص خطط للتفجيرات الإرهابية. هناك مجموعات قامت بتنفيذ هذه التفجيرات، دربت هؤلاء الشبان من منطقة المنكوبين. وبالمناسبة هذه المنطقة اليوم أعلنت براءتها من أبنائها الذين فجروا أنفسهم البارحة. لذلك يعني التخطيط لعدة عمليات انتحارية بلبنان
ما زال يشكل خطرا كبيرا علينا. توقيف أبو أحمد ميقاتي وقبله ماجد الماجد الذي لقى حتفه أثناء التحقيق، وقبله العديد من الموقوفين نعيم عباس وآخرين، لم يستطع إبعاد الخطر بشكل كلي عن لبنان. نعم، أوقف سلسلة التفجيرات التي كانت تضرب الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت، أوقفها، أخرها، ولكن ما زالت التنظيمات الإرهابية قادرة على الوصول إلى أي نقطة تريدها، وقادرة على الوصول والتفجير. هل هناك مناطق أخرى ماهر أيضا مهددة بالتفجيرات، مثل يعني لا سمح الله الضاحية الجنوبية أو غيرها من المناطق؟ لا أملك أي معلومة بهذا الشأن. بالطبع هذه التنظيمات تضمر الشر دائما للبنان. أحيلك أمين على تصريح مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أكد قبل فترة أن التفجيرات ليست بعيدة عن الضاحية الجنوبية. نأمل أن لا تضرب التفجيرات أي منطقة من المناطق اللبنانية، وأن لا يتعرض المواطنون اللبنانيون الأبرياء لأي خطر قد يسببه إهمال الدولة اللبنانية أو عجز الأجهزة الأمنية عن ضرب هذه المجموعات التكفيرية الإرهابية بشكل تام. طيب، لماذا لم يتم تفادي ما جرى بالأمس من مجزرة بحق أبناء جبل محسن؟ ما دام المعلومات كانت موجودة لدى الأجهزة الأمنية، وأحمد الميقاتي الإرهابي أحمد الميقاتي اعترف فيها، لماذا لم يتم إيقاف هذه العملية؟ في خلل ما أمين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية. قد تكون تنظيم داعش أو النصرة التي عادت وتبنت، ولكن أعتقد أن داعش هي من يقف وراء التفجير حسب ما قال وزير الداخلية أنه هذا المشنوق اليوم. أعتقد أن داعش هي وراء التفجير، ولكن أيا كانت النصرة عبر تويتر لم يكن صحيحا برأيك؟ أيا كانت هذه المجموعات، أنا أعتقد أن هناك تنسيق كبير بين داعش والنصرة في جنود أرسال. أيا كان المفجر هو عدو للبنان، وهو تنظيم إرهابي تكفيري لا يضمر الخير للبنانيين. لذلك أعتقد أن تفجير الأمس كان فاتحة إعادة التفجيرات إلى لبنان، التي أتمنى أن لا يتم نجاحها. للإشارة أمين، يعني رجال المقاومة الإسلامية في جنود أرسال أوقفوا ليلة رأس السنة سيارة وثائقها تضم في أبوابها 40 كيلوغرام من المواد المتفجرة، كانت تنتقل إلى عرسال ليتم استلامها من قبل أحد الانتحاريين، ليتم نقلها إلى أحد مناطق اللبنانية التي لم يعلن عنها بسبب هذا الإنجاز النوعي التي لم تعلن عنه المقاومة الإسلامية. لم تصدر أي بيان عنه المقاومة الإسلامية، ولكن المقاومة ورجال حزب الله أوقفوا هذه السيارة المفخخة التي كانت موجهة إلى لبنان. لذلك أتمنى أن يصار إلى تنفيذ عمليات وقائية وإلى خطط وقائية تضمن عدم وصول هذه السيارات المفخخة أو حتى انتحاريين يمشون على أقدامهم كما حصل في الأمس في جبل محسن. طيب ماهر، دعنا نتوقف مع فاصل، نعود بعده لمتابعة هذا الموضوع. هناك معلومات لدى ماهر سيطلعنا عليها. هناك شيء حصل في عرسال نتحدث عنه، ولكن بعد الفاصل. عودة إليكم من جديد إلى سياسة اليوم. موضوع هذه الحلقة التفجير الإرهابي الذي حصل في منطقة جبل محسن وأدى إلى سقوط ضحايا، وما تخطط له الجماعات الإرهابية لضرب المناطق اللبنانية. ضيفي الصحفي الاستقصائي ماهر الدنا سنتحاور معه حول مستقبل المنطقة، ما يجري تحديدا من تخطيطات إرهابية. ماهر، هناك شيء حصل في عرسال قبل أيام، ماذا جرى هناك بالتحديد؟ يوم الجمعة الماضي أمين، أبو الوليد المقدسي وهو الأمير العام لتنظيم داعش في منطقة القلمون السورية، والتي تعتبر جنود عرسال أحد هذه المناطق أمين، دخل أبو الوليد المقدسي إلى أحد مساجد عرسال، وتحديدا قرب مدينة الملاهي في عرسال التي تبعد عن حاجز الجيش اللبناني في وادي حميد مئات الأمتار فقط. دخل إلى المسجد، إلى الجامع هناك في عرسال، وأما المصلين
في صلاة الجمعة، وكذلك أدى خطبته ألقى خطبة الجمعة من داخل الجامع هناك، مثل أي مواطن يعني، أو مثل أي رجل دين. يعني هذه مفاجأة كبيرة، مفاجأة محبطة نوعا ما. هؤلاء يستطيعون التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، عرسال أرض لبنانية تقع بحسب ما أعلنت الحكومة اللبنانية تحت سلطة الجيش اللبناني كاملة. كيف يدخل أمير تنظيم داعش؟ بالطبع أمير تنظيم داعش لم يدخل، ما فات لوحده، ما فات كفرد، هو أكيد فاتوا معه كان حماية أمنية أو حماية عسكرية له. كيف قدر يتسلل ويفوت ويتخطى العوائق التي زرعها الجيش اللبناني هناك ويقدر يدخل على عرسال؟ يمكن يكون ما دخل من الجرود، يعني هو لم يمر من خلال حواجز الجيش اللبناني. أكيد لم يمر من خلال حواجز الجيش اللبناني. الجيش اللبناني معه أوامر بتصفية أو اعتقال أي أحد يقترب من قبل تنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة من حواجز الجيش اللبناني. كيف دخل على الجامع أم المصلين وعمل خطبة الجمعة من داخل الجامع بعرسال؟ هيدي مفاجأة كبيرة. نحن يمكن هلأ مش عم نكشف عنها، يمكن كشفت الصحف ويمكن حتكشف الصحف بعد أيام، ولكن هيدي برسم المسؤولين، برسم الجيش اللبناني اللي ما معه قرار سياسي بعد بالهجوم المضاد على هؤلاء الإرهابيين. معه أمر بصد أي هجوم، ولكن ما معه أمر بالهجوم المضاد. وهؤلاء كل ساعة عم بيكونوا مقضينا وكل دقيقة عم بيكونوا مقضينا بجرود عرسال، هن خطر علينا وخطر على اللبنانيين، لأنه بدهم يكونوا عم بيخططوا لتفجير إرهابي، بدهم يكونوا عم بيخططوا لتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، بدهم يكونوا عم بيخططوا لضرب للجيش اللبناني ولعناصر الجيش اللبناني على الحواجز. بعتقد هيدي المعلومة وهيدا اللي صار نهار الجمعة هو برسم هيدي الأجهزة وبرسم هيدي الدولة وبرسم الرأي العام اللي لازم يتحرك، وبرسم أهالي عرسال أيضا. يعني كيف يسمحوا لشخص إرهابي يعني من تنظيم إرهابي؟ يعني أهل عرسال أمين يمكن استقبلوا هيدا أو يمكن فاتوا على هيدا الجامع مكرهين، لأنه أهل عرسال لا يملكون السلاح. أهل عرسال مدنيين، ما بعرف إذا في حدا من أهل عرسال عم يحمل السلاح إلى جانب التنظيمات الإرهابية، مثل ما سمعنا بالأخبار من فترة إنه مات كذا حدا من الإرهابيين يلي هن أصلا من عرسال، ولكن الأغلبية من أهالي عرسال بعتقد عم بيواجهوا هيدا الموضوع مكرهين، لأنه ما في بالواقع حماية لهم بوجه هيدي التنظيمات اللي قادرة تخطف من قلب البلدة، اللي قادرة تعدم بقلب البلدة. ومثل ما شفنا من فترة أعدمت أب وعدمت 2 من أطفاله لأنه ما وافق على مبايعة تنظيم جبهة النصرة من فترة. هذا الشيء برسم الرأي العام. طيب، كيف تعلق على كلام سيد حسن نصر الله؟ يعني كأنه يطمئن الجمهور اللبناني بأن هذا المد التكفيري لن ينتصر ويمكن القضاء عليه بشكل أو بآخر. إلى ماذا يستند ربما برأيك سيد حسن نصر الله يقول هذا الكلام؟ أعتقد أن السيد حسن نصر الله يستند إلى ثقته بالجيش اللبناني وثقته بالمقاومين من حزب الله الذين يقاتلون في هذه الجرود. المؤكد أن الكلام الذي صدر عن السيد هو كلام عام. بالطبع هؤلاء لن يستطيعوا أبدا الدخول إلى عرسال كقوة عسكرية، أن يدخلوا ليحتلوا عرسال يعني أو يحتلوا أي بلدة لبنانية. هذا شيء مستحيل، لأن ما يقوم به الجيش اللبناني وما يقوم به حزب الله سيمنعهم من الدخول. قد يتسلل أفراد، قد تتسلل سيارات مفخخة، هذا أصبح تفصيل. ولكن عملية اقتحام لبنان وعملية إعلان لبنان كجزء من ولاية الشام، والساحل اللبناني هو ساحل ولاية الشام بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية، هذا شيء بات من المستحيل. لذلك كلام سيد نصر الله هو كلام بمكانه وكلام يطمئن الجمهور اللبناني، ولكن بالطبع لا يتحمل السيد نصر الله يعني تفاصيل ما يمكن أن يحدث كتسلل سيارات مفخخة أو كتسلل أفراد أو كانفجارات قد تحدث من خلايا نائمة هنا في لبنان. ولكن السيد يتكلم بشكل عام وبالصورة العامة. هؤلاء باتوا عاجزين عن دخول لبنان بأي طريقة من الطرق، لأن السيد يعلم أن لهؤلاء خطة كانت بوصل سهل نينوى والموصل وكذلك الرقة والتمدد إلى جرود عرسال ومنها إلى منطقة العبدة عبر جرود البقاع المتصلة بجرود عكار ممر بحري يعني، والمدخل الساحلي عبر بلدة بحنين، لأن هناك من يرسم لداعش أن تصل الخط النفطي من نينوى إلى العبدة ببعضه.
لذلك هذا المشروع فشل. هذا يبدو مستحيل. تنظيم داعش فشل، الجيش اللبناني والجيش العربي السوري وحزب الله، وهذا المحور انتصر على الإرهاب وانتصر على من يرسم لهذا الإرهاب التمدد إلى بلادنا. ولكن كل معركة، كل انتصار، كل نصر سندفع ثمنه ضحايا، وسندفع ثمنه من وقت بلادنا ومن تطور مجرى الأحداث في بلادنا، سندفع ثمنه ضحايا، شهداء. ولكن هذا الانتصار لابد أن يقع في النهاية، ونحن انتصرنا على هذه التنظيمات بمنعها من تطبيق المخطط الذي رسم لها. لن يدخلوا إلى بلادنا، بالطبع لن يدخلوا إلى بلادنا، بل سندخل نحن إلى جرود عرسال والقلمون عبر التعاون بين الجيش العربي السوري وحزب الله، وبين التعاون بين حزب الله والجيش اللبناني. ولكن عملية التسلل لا يمكن لأحد ضبطها إلا بعد مرور الزمن، وإلا بعد مرور الوقت، وإلا بعد هجوم مضاد يقوم به الجيش اللبناني ويقوم به حزب الله تجاه هؤلاء. وهذا الهجوم أعتقد أنه الآن صعب المنال، لأن الدولة اللبنانية وحكومة المصلحة الوطنية التي سميت مصلحة وطنية، لا أدري إن كانت كل أعمالها تصب في المصلحة الوطنية، ولكن هذه الحكومة لم تتخذ أي قرار بالهجوم على التنظيمات الإرهابية في منطقة جرود عرسال. إلى أي حد ماهر العوامل المناخية في منطقة القلمون ستشكل عامل ضغط على المسلحين ليقوموا بهجمات ضد مواقع الجيش اللبناني أو ضد مواقع المقاومة؟ لنكن واقعيين، العوامل المناخية يعني في كرة القدم عندما تهطل الأمطار في الملعب نقول أنه المشكلة على الفريقين. أيضا العوامل المناخية ستمنع الجيش اللبناني وستمنع حزب الله من مهاجمة ضغط على الطرفين يعني. نعم. لذلك لا يمكن لهؤلاء الدخول أو شن عمليات عسكرية بالحجم الكبير كما رأينا في وقت سابق في منطقة جرود بريتيل وفي منطقة رأس بعلبك. بالطبع لن يهاجموا الجيش اللبناني طالما هناك ثلوج، لن يتمكنوا من التقدم، ولكن لا يمكن لنا السماح لهم البقاء أكثر، تحضير أكثر لعمليات انتقامية، تحضير دخول لبنان. قد ينجحوا بزعزعة الاستقرار أو زعزعة الأمن الداخلي في لبنان، ولكن لن يتمكنوا من السيطرة العسكرية بالطبع. لذلك لا يسعنا الانتظار أكثر، على الجيش اللبناني التحرك، على القوى الأمنية اللبنانية التحرك، على الحكومة إيجاد خطة للقضاء على هؤلاء لما يشكلوه من خطر كبير على لبنان. بس المواقف ماهر، مواقف السياسيين اللبنانيين سواء من 14 أذار أو 8 أذار بعد التفجير الذي حصل بجبل محسن كانت إيجابية بشكل عام، يعني أفضل من المواقف السابقة عندما كان يجري تفجيرات في مناطق الضاحية وما إلى ذلك. هل بدأنا كلنا نستشعر هذا الخطر الإرهابي أنه سيطال الجميع ليس فقط المقاومة أو جمهور المقاومة؟ أستغرب أمين في بعض الساسة الكذبة في لبنان عندما يحصل تفجير في أحد المناطق اللبنانية، يتهم فريق معين فريق آخر بالتفجير. عندما يحصل التفجير في منطقة ثانية نستشعر أو نشعر بهذا الإحساس الجميل بالوحدة الوطنية وبأن الجميع التف حول الشهداء والتف حول هذه المنطقة، لأن التفجير حصل في جبل محسن. خرج الحكماء من جبل محسن، وخرج الحكماء لنكون صريحين أكثر من فريق الثامن من أذار، ودعا إلى الوحدة الوطنية ودعا إلى الالتفاف حول ما حصل، ولأن الفاعل معروف والفاعل هو التنظيمات الإرهابية ومن خلفها يقف العدو الإسرائيلي الذي ينسق معها بشكل تام. عندما يكون التفجير في مكان آخر كتفجير الشهيد محمد شطح الذي عادت واعترفت التنظيمات الإرهابية باغتياله، خرج فريق 14 من أذار ليتهم حزب الله وسوريا وحتى الدولة الصديقة إيران باغتيال محمد شطح. لذلك أستطيع أن أوصف بكل صراحة وبالإذن منك أمين ومن المشاهدين أن الساسة في لبنان كذبة لا يمكن تصديقه. طيب، شكرا لك ماهر الدناء الصحفي الاستقصائي. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من السياسة اليوم، وإلى موعد آخر مع مواضيع أخرى تهمكم. إلى اللقاء.